يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة. تعالوا نعمل معاكم كبدة اسكندرانية، حاجة جميلة كده، كبدة بلدي تحفة وروعة وجميلة ما شاء الله عليها. يلا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نصلي مع بعض على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبايب قلبي، بصوا بقى، أنا جايبة نص كيلو كبدة بلدي عجالي، وادي بقى ايه طبق سلطة معاه كده روعة، وادي فلفل احمر وفلفل اخضر سبايسي، وادي التوابل اللي هنحطها عليها بس في الاخر اما كده تستوي. انا جبت نص كيلو كبدة اهي، وهنعملها مع بعض. هنشوحها، هنحط ايه معلقة سمنة على معلقة زيت، ونقلبهم مع بعض كويس. ادي الحاجة اهي معايا، بصوا الصينية سخنت قوي. ايوه بحطها معاكم، ودي ايه معاها حته دهنه صغيره، مش عارفه دهنه دي بقى ولا ليا. يلا بقى نسمي الله كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نعملها. ما شاء الله طلعت تحفه وروعه وجميله. وقبل كل شيء بقى يا بنات، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. مش باينين ليه يا حبايبي بالاشتراكاتكم الجميله؟ تنوروني. متنسونيش بقى يا حبايب قلبي بالاشتراك واللايك عشان يوصلكوا كل فيديو جديد مع ام احمد وانس. وشوفوا جمال الكبده الاسكندراني وحلاوتها. مفيش بقى، تسلم ايديك يا ام احمد على الجمال ده كله. اهي الكبده بقى ايه، هنحط عليها الحاجات دي. هي ما بتقعدش دقيقتين على النار طبعا. والتوابل دي هنحطها في الاخر، والفلفل ايه هنحطها ايه دلوقتي مع بعض. ونحط لها معلقه توم مهروسه، وهنحط لها معلقه خل، عشان الخل ده بيديها تيست جميل وطعم جميل. خلاص يا بنات، اهو شايفين الجمال ده كله والحلويات بتاعت الكبده. اول ما السمنه كده تبان، اما الكبده تتشوح، اعرفي ان الكبده خلصت معاكي. خلاص، هي سهله وبسيطه جدا، ما فيهاش اي تعب، وما بتاخدش على النار دقيقتين بالظبط. ادي مكوناتها، وادي ايه مقاديرها، وهنعمل معاها طبق سلطه جميل. وتعالوا اتفضلوا معانا، والف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم يا حبايب قلبي. خلاص، ادي اهي. هننزل بالفلفل بقى، ده السبايسي، حاجه كده كانت مشطشطه وجميله اهي. هتدبل بس الفلفل معانا دقيقتين بالظبط على النار، وهنطفي عليها، وهنحط التوابل بتاعتها دي في الاخر. جايبه بهارات كبده وملح وفلفل اسود وكمون وتوم باودر وبصل باودر. هي توابلها بسيطة جدا، خلاص مفيهاش اي حاجة. ودي معانا وبسيطة وسهلة وجميلة، وحاجة كده بألف هنا وشفا على اللي ياكلها. اهي خلاص، اهي الكبدة بتتكشكش اهي معانا على النار. اهي، ودي التوابل هنحطها عليها في الاخر. خلاص، واحلى بقى طبق كبدة من ايد ام احمد وانس بقى، واشتراكاتكم ولايكاتكم الجميلة دي اهي. خلاص اهي ابتدت في السوا اهي، هنسقط التوابل عليها اهي. خلاص، هتاخد تقلبتين بالظبط على النار، وهندفع عليها. بصوا شايفين اهي الكبده ابتدت تبين السمنه بتاعتها كده، اعرفي اللي هي ايه استوت معاكي. اهي حاجه كده روعه وجميله، حاجه تحفه، حاجه فاخر من الاخر. وانضف من بتاع بره طبعا بكتير لولادنا، وحاجه بيتي وجميله كده عشان خاطر ولادنا ايه بره. اهي بغرفها معاكم. خلاص، اهو نسمي الله كده ونصلي على الرسول مع بعضنا عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبايب قلبي، وقولوا لي ايه رأيكم في الكبدة دي، وجربوها وشوفوا طعمها يبقى خرافة وتحفة. وانا هطفي عليها اهو بقى وغرفتها لكم. وتعالوا اتفضلوا معانا، الف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم يا حبايب قلبي. وما تنسونيش بقى باشتراكاتكم الجميلة اهو، مع طبق سلطة كده بقى وعيش بلدي او فينو. وتفضلوا بقى وجربوها واعملوها تعجبكم قوي. خلاص يا حبايبنا، دي الكبدة الاسكندراني، مفيش اسهل منها ومفيش انضف منها، حاجة بيتي كده جميلة وحاجة فاخر من الاخر.
اهي يا بنات مع طبق السلطة. ويا سلام بقى لو عملتي معاه شوية طحينة، انا بس ايه ما كانش عندي طحينة بقى، عملنا طبق سلطة كده فريش وجميل اهي. ويمشي برضو الحال، وكان يمشي طبق سلطة جنبها جميل. خلاص اهي الكبدة بقى، بصوا شكلها بيقولكوا تعالوا اتفضلوا معانا، وحاجة كده طعم تحفة، كانت تحفة بجد والله. اهو اهي يا بنات، وادي طبق السلطة. وتعالوا استنظروني بقى في الفيديوهات الجديدة، وما تنسونيش بقى بالاشتراكات واللايكات الجميلة بتاعتكم ديت. ومع السلامة يا حبايب قلبي. وادي اهي التوابل بتاعتها، وادي اهي بوريها لكم اهي. ومع السلامة.